الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم. إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ وحشتوني جدا. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسعادة دايما يا رب. هنعمله النهاردة مع بعض سمك مقلي بالصلصة، وهنعمله بتنجان ورز صيادية. عملنا السمك قبل كده مع بعض مقلي ناشف، وعملناه مشوي. قلنا النهاردة يكون فيه تغيير. وكمان النهاردة هننضف السمك مع بعض عشان بناتي حبايبي اللي بعتوا سألوني. يلا نسمي الله ونبدأ هنا على طول مع بعض. وده كده شكل السمك معايا. طبعا هاتي أي حجم انت حباه، بس المهم بتجيبي هنا ظهره يكون عالي شوية. ويلا ننضفوا السمك مع بعض. بصي حبيبتي، أنا كده بشيل السلسلة اللي في الظهر كده، وبشيل الزعانف. طبعا بشيل الزعانف اللي في الجناب وبشيلها اللي عند البطن، زي ما انت شايفة كده معايا بالظبط. وبعد كده يا حبيبة قلبي أنا بفتح المقص وبشيل القشور اللي على السمكة. وطبعا حبيبتي أنا بشيل القشور هنا من على الجنبين. طبعا أهم حاجة إنك تتأكدي إن القشر كله طالع من السمكة بتاعتك. شايفة حبيبتي تنظيف السمك في البيت سهل جدا، مش محتاج إن انتي توديه عند السماك ينضفهولك ولا حاجة. كده تمام يا حبايبي، أنا كده شيلت القشر اللي عليها كله. أبدأ هنا إني أفتح البطن بتاعتها وأنزل كده أي حاجة موجودة فيها، وأخدها على طول على الحوض أغسلها وأجيلكوا تاني. وهنا يا حبايبي كده أنا خلصت كمية السمك اللي معايا كله. بصي وغسلته كويس جدا من جوه. أبدأ هنا حبيبتي أعمل فتحات كده بالعرض في السمك كله اللي معايا، عشان لما أجي أحط عليه التوم والتوابل يبقى متطعم كله كده من بره ومن جوه. وهنا كده أنا خلصت كمية السمك اللي معايا كله. أنزل كده بحوالي معلقتين من الملح، وأعصر عليه كده ليمونة، وأقلبهم هنا كده مع بعض وأسيبهم كده شوية وأرجع لهم تاني. ويلا بينا نعمل الحشوة بتاعت السمك. معايا معلقة توم هنا كبيرة، ومعلقتين من الملح، ومعلقة كمون وشوية شطة، ونص معلقة من الكزبرة، ونص معلقة من الفلفل الأحمر المفروم، وحوالي معلقة كده من المستردة، وعصير ليمونة. وكده التتبيلة بتكون جميلة جدا. وأبدأ أقلبهم كده مع بعض كويس. بس أنا نسيت أحط معلقة من بهارات السمك، ثواني أجيبها وأرجع لكم تاني. وكده يا حبايبي أنا حطيت معلقة صغيرة من بهارات السمك. التتبيلة دي كده يا حبايبي بتخلي السمك بتاعنا جميل، مميز جدا ومختلف عن أي سمك تاني. وهنا كده يا حبيبتي أنا بحشي السمك معاكي. بصي بحشي البطن كده من جوه، ومن الجناب كده من بره برضو بحشيه كله. وهنا كده حبيبتي أنا حشيت السمك اللي معايا. طبعا ريحته جميلة جدا. وهنا يا حبايبي أنا بحمر كده معلقة صغيرة من التوم في شوية زيت. أنا هنا يا حبيبتي عاوزة التوم بتاعي ياخد لون دهبي كده وجميل. وخدي بالك عشان التوم هنا ما بياخدش معاكي وقت خالص. أنزل على التوم هنا اللي معايا بنص كيلو طماطم أنا ضربتها في الخلاط. وطبعا أنا بصفي الطماطم كده عشان أشيل منها أي قشر. كده تمام يا حبيبتي، بصي الطماطم بتاعتنا جميلة ازاي. أقلبها كده بقى مع بعض، وأغطيها على طول وأسيبها لحد ما تغلي. وكده الطماطم غلت معايا. أبدأ هنا إني أنزل عليها بالتوابل. أنزل هنا عليها بمعلقة من الملح، ونص معلقة من الكمون، وشوية شطة كده صغيرين. بس كده أنا مش بحط عليها أي توابل تاني. وأغطيها كده وأسيبها. إخواتي وحبايبي، لو فيديو النهاردة عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير. ونزلت هنا على الطماطم اللي معايا بشوية صغيرين من الخل. الخل هنا بيديها طعم جميل جدا. وأسيب الطماطم هنا مع بعض كده لحد ما تتسبك. وبعد كده نزلت عليها بحوالي كوبايتين من المية. أول ما تغلي أطفي عليها على طول. أجيب هنا حلة على النار، وأنزل فيها بشوية كده صغيرين من الزيت. وأول الزيت ما يسخن معايا أنزل ببصلتين كده متقطعين مكعبات. أنا هنا عايزة البصل يبقى لونه غامق كده معايا، بس اوعي خلي بالك عشان ما يتحرقش منك. أول ما أوصل لدرجة اللون اللي انتي شايفاها دي أنزل بكوباية مية على طول. كوباية المية هنا هتخلي البصل ينزل اللون بتاعه. وأنزل هنا بمعلقة من الملح، ونص معلقة من الكمون، وربع معلقة من الشطة.
وأقلبهم هنا كده مع بعض كويس، وأسيبهم كده يغلوا مع بعض شوية. وأول كوباية المية دي اللي أنا حطيتها ما تتشرب، أنزل على طول هنا بعيار الرز. بصي حبيبتي لون البصل معايا جميل ازاي. وهنا كده نزلت بالمية اللي هي عيار الرز، يعني أنا بعمل برز مصري، يعني كل كوباية رز عليها كوباية من المية. كده تمام يا حبايبي، أغطي عليها على طول واستناها لما تغلي. وهنا كده المية غلت معايا، أنزل عليها على طول بالرز بتاعي. طبعا أنا منقياه وغسلاه. وهنا كده يا حبايبي أنا نزلت بكمية الرز اللي معايا كلها. أقلبه كده مع بعض وأسيبه لحد ما يغلي ويتشرب معايا. وكده الرز اتشرب معايا، أوطي عليه النار وأسيبه علشان يستوي. بصي حبيبتي لون الرز جميل ازاي. وهنا يا حبايبي كده أنا معايا بتنجان رومي. أنا هنا بشيل الحتة الخضرا اللي فوق ديت وأبدأ هنا إني أقشره على طول. طبعا أنا مش بقشر البتنجان كله، أنا بقشر حتة كده وبسيب حتة من القشر فيه. هنعمله النهاردة مع بعض البتنجان ده بطريقة سهلة جدا ومختلفة. تابعيني انتي بس وهتشوفي بنفسك. بصي حبيبتي أنا بقشر معاكي واحدة تانية عشان اللي ما أخدش باله ياخد باله. ودي كده شكلها يا حبيبتي بعد ما قشرتها بالمنظر ده كده. أنا كده قشرت البتنجان اللي معايا كله. بصي معايا بنخرطه ازاي بالطول عشان ما ياخدش مني زيت، يعني علشان وانتي بتقليه ما يشربش الزيت منك. وأقطعه كده حبيبتي السمك بتاعه لا يكون تخين ولا رفيع. أنا كده حبيبتي قشرت البتنجان وخرطته وده كده شكله معايا. أنزل عليه كده بمعلقة صغيرة من الملح، وأقلبه هنا كده مع بعض وأسيبه على جنب شوية. طبعا يا بنات ما ينفعش ناكله سمك وما يبقاش فيه جنب منه بتنجان. جربي طريقتي وإن شاء الله هتعجبك جدا. وهنا كده أنا معايا زيت على النار، أول ما يسخن أنزل بالبتنجان على طول، ياخد اللون الحلو ده وأبدأ إني أقلبه على طول. كده البتنجان اتحمر من على الجنبين، أبدأ أطلعه. طبعا حبيبتي أنا هنا بطلع البتنجان على ورق مناديل. وهنا كده يا حبايبي بعد ما خلصت كمية البتنجان اللي معايا، قلت أقلي كده شوية فلفل يكونوا باردين ويكون طعمهم حلو. طبعا حبايبي اللي بيحب يجيب الفلفل حامي طبعا براحته جدا، بس أنا جايباه بارد علشان خاطر عندي مش بيحبوه. وكده الفلفل أخد اللون الجميل ده، فأنا هنا كده بطلعه. وهنا كده جبت بولة صغيرة، أنزل فيها بمعلقة توم ومعلقة فلفل مفروم وملح وكمون وكزبرة، وأعصر عليهم ليمونة. الحشوة دي أنا هحشي بيها البتنجان بعد ما قليته. الطريقة دي كده مختلفة، جربيها وهتعجبك جدا. وأبدأ كده يا حبايبي أقلب الكلام الجميل ده كده كله مع بعض، وأحضر كده الحاجة اللي هحط فيها البتنجان. أنزل بحتة صغيرة من الحشو كده في الأرضية وأفردها، وأرص البتنجان كده فوقيها. وأبدأ هنا أحط على كل بتنجانية حتة حشو صغيرة، وأعمل صف كده بتنجان تاني وأرجع تاني أحط الحشو لحد ما أخلص الكمية اللي معايا كلها. الطريقة دي في البتنجان بتبقى جميلة جدا ومختلفة. جربيها وهتلاقي نفسك تعمليها جنب كل أكلة. إخواتي وحبايبي وعيلتي التانية، أتمنى لو فيديو النهاردة إن شاء الله يعجبكم. أتمنى إن انتوا تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا السمك محدش بيزهق منه حتى لو أكلناه كل يوم. انتي بس جربي الطريقة بتاعتي وهتعجبك جدا وهتعجب أولادك وأهل بيتك. وأهم حاجة ما تنسونيش في تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني بجد وبتسعد قلبي. وكده تمام أنا خلصت معاكم البتنجان. وهنا كده أنا معايا شوية دقيق عشان أقلي بيهم السمك، نزلت عليهم بمعلقتين من النشا. وهنا كده يا حبايبي أنا بقلي السمك في نفس الزيت اللي أنا قليت فيه البتنجان. أول ما ياخد لون حلو كده أقلبه على طول على الناحية التانية. وأول ما ياخد اللون الحلو من على الجنبين أبدأ أطلعه على طول، وأرصه في صينية كده أو في أي حاجة تكون غويطة شوية، عشان طبعا أحط عليه الصلصة اللي احنا عملناها في أول الحلقة. وهنا كده الصلصة بتاعتي دافية، أنزل كده على طول على السمك اللي معايا. وطبعا حطيت هنا على السمك شوية فلفل. وهنا كده يا حبايبي أنا خلصت الغدا بتاعنا وقدمته كده معاكو. عملت البتنجان وعملت السمك، طبعا مش قادرة أوصفلك الريحة إيه تجوع بجد.
وقدمت طبعا الرز الصيادية. ممكن طبعا جدا تعمليه رز أبيض جنب منه، وتعملي طبعا جنب الأكلة الحلوة دي طبق سلطة، وبألف هنا وشفا. يلا حبيبتي قومي هاتيلك شوية سمك وجربيهم بالطريقة بتاعتي دي، هتعجبك جدا. مستنية رأيكم في الكومنتات، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.